مساء الخير يا قمرات، عاملين ايه؟ يلا النهارده على قد الايد خالص، لازم ننوع كده عشان كل الناس تتبسط مننا. حله على النار فيها شواخه صغيرين خالص، حوالي معلقه من الزيت، وحطيت فيهم برضو ذره ملح صغيره كده. وكان عندي كيس مركون كده بقاله اكتر من اسبوعين فيه شويه ذره من بتاع الفشار. لما العيال الصغيره جم النهارده وقالوا لي عاوزين نعمل فشار يا تيتا، عاوزين ننزل نجيب، قلت لهم تعالوا هنا، ده انا عندي حبه في الكيس هعملهم لكم. خلاص اتخانقوا مع بعض وقالوا لي كل واحد يعمل الحبه بتوعه لوحده. الحبه الصغيرين دول اللي انا حطيتهم في الحله دول هنعملهم لبيري. ليه هنعملهم لبيري لوحدها؟ عشان قالت لي يا تيتا انا بحب احط عليهم بهارات فراخ. تمام، هنعمل لها طبق صغير فيه بهارات فراخ. والزوز كمان قال لي لا يا تيتا انا بحب توابل او بهارات البطاطس المحمره. ما زعلتش بيري ولا زعلت الزوز ولا كلفت اي حاجه. شويه الزيت من البيت وشويه الذره كانوا مركونين، يعني كنت جايبه ب10 جنيه، والاخر دلوقتي حبه ما يسووش حاجه. ده بقى الطبق بتاع بيري همت، نزلت عليه توابل الفراخ مع الملح اللي كان في الحله، وقعدت واتبسطت وكلت وبألف هنا وشفا. الطبق التاني ده بقى بتاع الزوز. ماشي، ده بقى قال لي يا تيتا انا مش هحط عليه بهارات فراخ، انا هحط عليه شويه من بهارات البطاطس. حاطه اهوت. بتاع الزوز طلع كبير شويه عشان حظه بقى. بألف هنا وشفا، وفرحت العيال الصغيره والله، وكلنا معاهم وفرحنا معاهم. ودي رساله مني، قضوها باي حاجه وفرحوا نفسكم باقل الاشياء. مع السلامه.